النهارده بقى معانا حاجة مميزة جدا ومول تجاري قوي جدا لأنه فعلا في موقع حيوي. تعالوا بينا نبدأ جولتنا بدون كلام كتير ونعرفكم الحاجة المميزة اللي احنا هنتكلم عنها النهارده. عايزكم تركزوا معايا جدا لأنها فعلا فرصة استثمارية ليك ولأولادك فيما بعدك ومستقبلك اللي الناس كلها بتبحث عنه. يلا بقى انزل اعمل اللايك الجميل بتاعك للحلقة لو بتشوفنا على الفيسبوك، واشترك معايا في القناة وفعل زر الجرس لو انت على اليوتيوب. هاني الخميسي، كلام في المفيد. السلام عليكم، يا اهلا ومرحبا بكم ومعانا من ارض الواقع المول اللي احنا بنتكلم عنه النهارده. طبعا انا معاكم في الكلام المفيد علشان نوصلكم لكل حاجه فعلا انتم بتبحثوا عنها، والناس كتير جدا اتصلت بيا وتواصلوا معايا وقالوا ان احنا عايزين فرصه استثماريه او حاجه نحفظ فيها قيمه فلوسنا بكره وبعده، والتقلبات الاقتصاديه اللي بتحصل في البلد محتاجه مننا فعلا ان احنا نفكر خارج الصندوق ونشوف الدنيا بيحصل فيها ايه، ونشوف افكار كتيره علشان نقدر نطلع بحاجه فعلا تكون مميزه ونيجي بكره وبعده. الحمد لله ان احنا عملنا الخطوه دي، واحنا بالفعل النهارده جوه مول تجاري في موقع حيوي جدا، وهنستضيف النهارده ان شاء الله مدير المبيعات في الموديل ده، وهنتكلم عن كل المميزات والتفاصيل وكل حاجه بتبحثوا عنها علشان وانتوا في مكانكم تكونوا عرفتوا المعلومه بشكل صحيح ووفرنا عليكم مجهود كبير. يلا بينا نستضيف الاستاذ كريم مدير مبيعات شركات ومولات ابو طالب علشان نتكلم معاه في كل التفاصيل اللي تهمكم. وهنرحب بقى بالاستاذ كريم مدير مبيعات شركات ابو طالب جروب علشان يكلمنا عن المول اللي احنا بنتصور عنه النهارده ويدينا التفاصيل اللي انت تاخدها وانت في مكانك باذن الله. اتفضل يا استاذ كريم معانا. يا دكتور هاني، اهلا وسهلا، نورتني يا فندم. عامل ايه حضرتك؟ ذوقك واهلا بيك وبكل متابعينا. شكرا لحضرتك يا فندم. عايزين نساعد الناس بقى فعلا علشان نوفر عليهم العناء وان هم ما ينزلوش ويتعبوا، ياخدوا الحاجه وهم في مكانهم. عايزين نفيدهم يا استاذ كريم. في ناس كتير جدا بتبحث عن فرصه استثماريه وعايزه تحافظ على قيمه فلوسها وعايزه بكره وبعده تحس انها عملت حاجه في حياتها، وخاصه حبايبنا المسافرين اللي عاملين بالخارج. تمام. فنقدر نقول بقى احنا فين يا استاذ كريم في المكان اللي بنصور فيه دلوقتي؟ احنا حاليا في مول ابو طالب. مول ابو طالب ده تابع لشركه ابو طالب جروب. ابو طالب جروب، انا اسمع عن شركه ابو طالب جروب طبعا ان فيها اكتر من مول، في مول من ضمن المولات بالظبط كده. فاحنا في مول منهم بالظبط. تمام جدا يا استاذ كريم. طيب حضرتك ممكن تقول لي موقع المول اللي احنا بنصور فيه فين يا استاذ كريم؟ احنا في حدائق اكتوبر، جنب صينيه البترول على طول، على شارع زويل الرئيسي. شارع زويل الرئيسي ده الشريان الرئيسي لحدائق اكتوبر. جميل جدا. طيب الباقي الموقع بقى بيخدم ايه او ماسك منطقه ايه؟ هو فين المول من باقي المناطق اللي حواليه؟ تمام جدا. انا على بعد دقيقتين بالظبط يا دكتور هاني من الممشى السياحي ومن القطار السريع، وبعديها على طول هنلاقي الجهاز بتاع حدائق اكتوبر، وبعد 10 دقائق بالظبط حدائق الاهرام والطريق السياحي، وحوالي 13 دقيقه ميدان الرمايه والدائري بتاعنا بتاع القاهره العادي. جميل. وبعدينا بحوالي كيلو ونص الدائري الاوسطي. بعدينا بكيلو ونص الدائري الاوسطي. تمام. يعني احنا كده دائري اوسطي، الدائري العادي، ميدان بالزبط. الرمايه، حدائق الاهرام، كمان مول مصر وطريق الواحات، وعندي كمان دريم لاند ودريم بارك. كويس جدا. ونخش بقى على اكتوبر القديمه منها. بالظبط كده، بالظبط يا دكتور، بالظبط. طيب حضرتك نقدر نقول بقى الفرصه الاستثماريه لو حد حابب يستثمر هنا، هل فعلا هي استثمار؟ ايه الفكره؟ ممكن تقول لي الدنيا ماشيه ازاي هنا في المنطقه؟ خلينا نقول ان هنا الاستثمار الامن دلوقتي بالنسبه كمان للظروف اللي احنا موجودين بيها. انا عندي بحط فلوسي في المحل التجاري. انا حضرتك جيت اشتريت مني سعر المتر النهارده مثلا ب50,000. تمام. احنا انتظرنا شويه، سعر المتر ده اللي كان ب50 النهارده انا ببيع ب80 وب90. كل لما ازود شويه في الانشاءات او الانشاءات بتبان على ارض الواقع كمان مع اللوكيشن، المكان ده بيزيد وسعر المتر بتاعه بيعلى. طيب. غير ان حضرتك لما تيجي تشتري معايا وعايز مثلا ان انت تسيب المكان معايا هنا، انا عندي شركه بتاعت ايجارات. تمام. فانت بتسيب المحل بتاع حضرتك معايا، انا برضو باجره لحضرتك. دي كويس جدا. كنت عايز اتكلم عن كده بقى، لو واحد حابب ياخد محل او وحده تجاريه او اداريه بعد كده مثلا، تمام، وحابب يستثمرها كايجار، ممكن نقول العائد الايجاري بتاعها يدخل في كام؟ يعني خلينا نتكلم هنا على الارضي رينج الايجارات بتاعه ممكن يبقى من 40 ل 60، ده على حسب مساحه المحل وعلى حسب طبعا لان انا عندي مميز وعندي حاجه اقل تميز شويه. تمام، كويس جدا. ففي الارضي خلينا نقول ان الايجار من 40 ل 60، في الدور الاول من حوالي 12,000 لحوالي 20,000. طيب والدور الثاني؟ الدور الثاني هيبقى من 8,000 لحد 15,000. كويس جدا. لو حبينا نتكلم بقى عن وصف كده تفصيلي او تقريبي للمول، في كام يونتس والمساحات بتاعته عباره عن ايه ويعني تقسيمته؟ انا المول عندي هنا معمول على بدروم وارضي
و2 دور متكرر. جميل جدا. عندي موجود هنا حوالي 180 محل. كويس. طبعا المحلات دي كلها بتخدم بعضها. تمام. النشاط عندي كله تجاري، بس التجاري ينفع يبقى اداري، العكس لا. جميل جدا. يعني كده افهم من حضرتك ان ترخيص المول ده كله تجاري. كله تجاري، بس ما فيش ما يمنع ان حد لو حابب ياخد حاجه اداري ما فيش مشكله يتغير النشاط بتاعه من تجاري لاداري، صح كده؟ بالظبط كده، لان النشاط التجاري دي اعلى رخصه. اعلى رخصه في الانشطه بالظبط، ينزل منها الاداري ما فيش مشكله. بالظبط. بس ما يقدرش يطلع من اداري لتجاري، العكس لا طبعا. ودي ميزه كويسه جدا للناس اللي بتسالنا فعلا عن حاجات اداريه، لان اكتر من حد سالني عن مكاتب اداريه وحاجات اداريه، فتقدر تاخد في المول ده والموقع المميز بتاعه ان شاء الله من تجاري وتحوله اداري، ما فيش ما يمنع ده. لو حبينا نوضح المساحات بقى في الحوالي 180 يونت اللي حضرتك ذكرتهم، المساحات بتكون عباره عن ايه او متنوعه لايه؟ انا عندي المساحات بتبدا من 25 متر ولحد 200 متر. من 25 ل 200 متر. طب الوسط مثلا ممكن نتكلم في ال 100 متر وال 70 متر. كويس جدا. يعني في تنوع في في تنوع في المساحات طبعا. كويس جدا. طيب يا استاذ كريم، لو احنا حابين نعرف فكره الانشاءات بدات امتى وماشيه ازاي وتاريخ المول، عشان الناس بس تطمن ان الامور ماشيه في سياقها الطبيعي، واللي حابب يستثمر في حاجه يعرف فعلا ان في على ارض الواقع شركه قويه جدا بتنفذ الحاجه دي. ممكن تدينا فكره عن الموضوع ده؟ تمام. انا هنا رخصتي طالعه في اخر 2021، يعني المول هنا انا بتكلم في حوالي سنه ونص. جميل جدا. احنا طبعا اصحاب الارض، احنا اصحاب الانشاءات. كويس جدا. عندي الشركه المقر الاداري، ببقى عندي مقر اداري في كل مول من مولاتي. يعني هنا لو لقينا هنلاقي عندي المساحه بتاعه المقر الاداري بتاعي حوالي 700 متر، ده موجود عندي في المكان. تمام. عندي الشركه زي ما كنا حضرتك اتكلمت معاك يا دكتور ان انا عندي شركه بتدير المول وشركه للايجارات. شركه للايجارات، يعني لو حد حابب ياخد اللون بتاعته وان شاء الله تعالى نعمل عمليه اداره لعمليه ايجار المحل او اليونت ده سواء اداري او تجاري باستمراريه، بقى حضرتك انت بتاجره وبتبدا يعني تحصل بقى قيمه الايجار وتبدا انت تدير الموضوع بالكامل لصاحب الوحده. بالظبط كده، على حسب طبعا اختياره. في مثلا صاحب يونت بيبقى محتاج هو ياجر بنفسه، ما عنديش مشكله خالص. مفيش ما يمنع. مفيش ما يمنع. مفيش اي قيود على كده، يعني مفيش بعد كده عليه التزامات معينه ما تاجرش الا من خلالي. لا خالص. يعني خالص. ليه حريه الاختيار. ليه حريه الاختيار. ياجر براحته، ياجر عن طريق الشركه، مفيش مشكله. بالزبط. كل ده متاح. بالظبط كده. جميل جدا. طيب والانشاءات وصلت لحد فين دلوقتي؟ احنا حاليا وصلنا خلاص خلصنا مرحله الكلادنج اللي هي مرحله التشطيبات الخارجيه. شغالين حاليا بنخلص في التقفيلات بتاعه الرخام. فاضل لي المرحله بتاعه الازاز اللي هو البيبان السكريت والازاز اللي بيبقى، لان المحلات عندي هنا دبل فيس. تمام. طيب متوقع ان شاء الله تعالى تسليم المول ده هيكون امتى؟ يعني ان شاء الله الاستلام عندي الناس تبتدي تستلم كمان شهر عشان تبتدي تشطب محلاتها، لان برضو احنا ما اتكلمناش في فكره التشطيب. انا هنا بسلم التشطيب بتاع المحل، التشطيب الداخلي كورنشيل بدون اي تشطيبات خالص. تمام. يعني الواجهات الخارجيه وبسلمه عداد الكهرباء، بسلمه طبعا وصله ميه ووصله صرف، لانه يقدر يعمل في بعض الانشطه محتاجه ان انا اعمل حوض او محتاج ان انا اعمل تويلت جوه المحل. فده انا بقدر اوفره لحضرتك. كويس جدا. طيب الاستلام بتاعنا، خلينا نتكلم برضو عن الاستلامات يا دكتور هاني. انا الاستلام بتاعي شهر، الناس تبتدي تستلم محلاتها هنا بالفعل. من شهر دلوقتي تقدر الناس تستلم بالظبط بعد شهر من دلوقتي. المتوقع لتشغيل المول هيبقى على شهر 12 كبرنا قوي 1/1. كويس قوي. يكون المول بالكامل اشتغل 1/1/2024 بالظبط. يبقى 1/1/2024 ان شاء الله تعالى هتلاقي مول ابو طالب عند صينيه البترول في مدينه حدائق اكتوبر شغال، وهتيجي ممكن تقول ساعتها يا ريتني خدت في المكان ده. فاستعجلوا يا جماعه، فعلا اللي حابب ياخد حاجه افضل ليه ان ياخده هي اثناء الانشاء من بعد ما ياخدها بعد ما اكتملت، لان فعلا بيبقى في فرق كبير جدا جدا في الاسعار، وانا فعلا شفته على ارض الواقع، وزي ما اتعودتم مني ان انا برفع لكم كل حاجه من ارض الواقع وبلا مبالغه. طيب يا استاذ كريم، لو حبينا بقى نقول ان احنا دلوقتي لو واحد حابب ياخد نشاط معين، هل هو مقيد بنشاط معين في العقد؟ يعني انت بتفرض عليه نظام معين يشتغل بيه، ولا في اريحيه هو بيحدد النشاط اللي هو محتاجه؟ لا، انا عندي الرخصه كلها زي ما اتفقنا ان هي تجاري. تمام. بس في نفس الوقت انا مش بلزمك بنشاط معين. ليه مش بلزمك بنشاط معين؟ انت حبيت تاخد المحل بتاعك وتغير النشاط فيما بعد، ده متاح عندي جدا. بس انا بعمل شيت كده دي بحدد فيه ان انا عندي محتاج نشاطات معينه، محتاج مثلا في السوبر ماركت 2 أو 3، محتاج يبقى عندي مثلا محل ادوات منزليه 1.
فكر اداره يعني عشان ما يحصلش بالظبط. تضارب في المكان، بالظبط. ما يبقاش بقى حاجه بالظبط. عشوائيه كده ومش متخططه، بالظبط. فكله داخل في بعضه، فتحب كل حاجه في نصابها. يعني ودي حاجه كويسه، ده سبيل للنجاح. وعلشان كده انت ممكن فعلا تعجل وتاخد النشاط بتاعك او تسال عن النشاط اللي انت محتاجه، عشان ممكن انت تبقى المميز في المكان ده بالنشاط اللي انت عايزه انت، او واحد اتنين تلاته معاك بالكتير، لان مش هيبقى فيه تداخل في الانشطه، فالدنيا هتبقى هاديه جدا جدا وتقدر تستثمر صح في المكان ده. بالظبط كده يا دكتور هاني. اعتقد يا استاذ كريم احنا كده افضنا وجبنا الحاجات كلها اللي الناس ممكن تسال عنها. لو اتكلمنا بقى عن ان شاء الله تعالى الناس حابه تتواصل معانا وياخدوا في المول ده، نقدر نقدم لهم كده ميزه بما انهم متابعين بقى هاني الخميسي. دكتور هاني، كل متابعين حضرتك وكل الناس اللي على القناه مع حضرتك ليهم خصم خاص. ربنا يعزك يا استاذ كريم. وليهم مفاجاه كمان ان شاء الله ساعه التنفيذ هيبقى ليهم مفاجاه طبعا. طيب يا جماعه كده ان شاء الله تعالى احنا جبنا لكم الموضوع كمان وعليه هديه خاصه، فاللي حابب يتواصل ان شاء الله مع شركات مول ابو طالب يقدر يجي ان شاء الله ويسال استاذ كريم ويقول له بس انا شفت الفيديو على قناه هاني الخميسي او كلام في المفيد، وان شاء الله تعالى يعمل معاه خصم خاص وهيعمل معاه الواجب وبزياده كمان. ولو حبيت بقى ان انا اكون معاه خطوه بخطوه زي ما اتعودنا مع بعضنا، ان شاء الله تعالى هكون معاك المستشار القانوني والعقاري، وننزل بقى نراجع الدنيا مع بعض واديك رؤيتي في المكان ونتكلم ونقعد مع الاستاذ كريم ونشرب القهوه بتاعتنا مع بعضنا، وان شاء الله تعالى تطلع وانت في اشد السعاده. كل اللي هتعمله انك هتتواصل مع فريق العمل معايا على الارقام اللي بتظهر دلوقتي على الشاشه، وان شاء الله هنكون معاك خطوه بخطوه في كل تخطيط امور حياتك بصوره صحيحه ان شاء الله تعالى، عشان بكره وبعده تقول احنا مشينا صح وما مشيناش بصوره عشوائيه، ونرجع بقى ممكن ايه نقول يا ريتنا عملنا كذا وكذا. وكده بقى بنشكر الاستاذ كريم، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك يا دكتور هاني. ان شاء الله تعالى، وان شاء الله في جولات تانية كتير ونقدر نفيد بقى الناس، بما اننا بقى في ابو طالب جروب او مولات ابو طالب ان شاء الله تعالى، فنقدر نجي لهم اكتر من حاجه متنوعه. ده تحت امرك وتحت امر متابعينك كلهم يا دكتور. شكرا حضرتك، شكرا حضرتك. ماشي يا دكتور هاني. وبس كده يا جماعه، ودي كانت جولتنا النهارده والمول التجاري اللي احنا اتكلمنا عنه، وتابعوا معايا الحلقات الجايه علشان جايب لكم مجموعه من المولات التجاريه، علشان فعلا لو بتفكر في فرص استثماريه. ونقول لكم دمتم في رعايه الله وامنه، وما تنسوش بقى شير الحلقه واشتركوا معايا في القناه عشان يوصل لكم كل المنشورات اللي بنزلها اول باول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.